السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده إن شاء الله هنكمّل بقية الدروس بتاعتنا في سلسلة الapplication security بالعربي، ولسه مكمّلين كلام عن الDevSecOps. النهارده هنكمّل في الroom إن شاء الله بتاعة intro to pipeline، وهنتكلّم عن حاجة مهمة جدًا وهي الdependency management. يالّا بينا نشوف. طيب، أول حاجة هنبدأ بيها إن شاء الله هو سؤال مهم جدًا، هو إحنا فعلًا اللي بنكتب الكود اللي إحنا بنكتبه؟ يعني هو السؤال يبدو غريب، بس أنت تخيل دلوقتي إن أنت تفتح الIDE بتاعك وتبدأ تكتب lines of code. أول حاجة بتبدأ تعملها لمّا بتيجي تستخدم أو بتيجي تكتب أي function عندك، هتلاقي نفسك بتعمل import لحاجة معيّنة، بتعمل import لlibraries، بتعمل import لSDK، وبعدين بتبدأ تستخدم functions معيّنة. أنت في اللحظة دي أنت فعلًا بتستخدم كود مش أنت اللي كاتبه، يعني في اللحظة دي يا إما بتستخدم SDK، يا إما بتستخدم library في developer تاني أو في حد تاني قعد وكتب الlibrary دي whether إن هي internal أو external libraries، بس في الآخر مش أنت اللي بتعملها. طيب، ده واصل لغاية فين؟ واصل لغاية إن أنت ممكن الstring اللي أنت بتستخدمه في الآخر ده في library حد قعد كتبها، خلاص؟ فبالتالي المحصّلة الأخيرة للكود اللي إحنا كاتبينه بتقول إن حوالي 80% من الكود مش إحنا اللي كاتبينه، يعني مكتوب بواسطة ناس تانية. طيب، ده بيوصّلنا لإيه؟ بيوصّلنا لattack vector أو risk كبير جدًا، إن ممكن أكون بغير قصد، تمام، بافتح باب لrisks كبيرة جدًا في الكود بتاعي، وهنتعرّف خلال الفيديو إن شاء الله عن إيه الrisks اللي ممكن تحصل خاصة بالموضوع ده. طيب، إيه هي أنواع الdependencies بشكل عام؟ بشكل عام عندي نوعين من الdependencies، عندي حاجة اسمها external dependency وعندي حاجة اسمها internal dependency، خلاص؟ طيب، أول حاجة هنبدأ نتكلم عنها قبل ما نتكلم عن الinternal والexternal، هنتكلم عن حاجة اسمها الdependency manager. يعني إيه dependency manager؟ يعني ده الsoftware أو الحاجة اللي أنا بالجأ لها عشان تنظّم موضوع الاستخدام بتاع الdependencies المختلفة. يعني اعتبر ده زي راجل كده قاعد، أنت الراجل ده بتروح تقول له والله إحنا عايزين بربع جنيه الlibrary الفلانية، عايزين ب10 جنيه الlibrary الفلانية، عايزين import كذا. الdependency manager هو اللي مسؤول إن هو ينظّم الversioning وينظّم أو يبقى عنده storage لكل الdependencies اللي أنت هتستخدمها. سواء ده كان internal dependency manager أو external dependency manager. طيب، يعني إيه بقى external وinternal؟ external dependency manager معناها إن الdependency دي public use. يعني إيه؟ يعني حاجة موجودة على الإنترنت أي حد يقدر يستخدمها، سواء هي library أو SDK أو whatever. هي حاجة موجودة على الإنترنت وأنت بتستخدمها في الكود بتاعك، مجرد إن أنت عملت لها import هتعمل لها download مثلًا في الIDE بتاعك وهتبدأ أنت تستخدمها على طول. ده زي إيه؟ زي مثلًا في الPython ال ال حاجة اسمها PyPy أو Nugget في .NET، خلاص؟ طيب، يعني إيه internal dependencies؟ internal dependencies يعني dependency أنت عاملها أو الorganization أو الشركة بتاعتك عاملاها للاستخدام الداخلي فقط. بمعنى إن أنت مثلًا عندك authentication library، تمام؟ دي حد عندك في الشركة بدأ إن هو يعمل الauthentication library دي وخلّاها بس للinternal usage، فأي حد عايز يستخدم نفس الlibrary بتاعته هيبدأ إن هو يعمل لها calling أو import في الكود بتاعه من internal dependency manager. طيب، إيه أشهر الحاجات اللي ممكن تبقى internal dependency manager؟ زي الJFrog، دي technology أو product بيُستخدم عشان يmanage الinternal dependencies. تعالوا نتكلم عن الinternal والexternal dependencies بشكل موسّع أكتر. خلّينا نبدأ الأول بالinternal dependency. إيه الكرايتيريا؟ يعني هنتكلم عنها من حيث المشاكل أو الconcerns اللي ممكن تكون موجودة. أول حاجة الlibraries الinternal، آآ لو إحنا اللي كاتبينها بشكل خاص يعني، فهي بشكل كبير هي مش هتreceive أي updates. يعني أنت في العادي لمّا بيكون عندك library أو أنت مستخدم مثلًا dependencies معيّنة في الكود،
external فهو كل شوية بيبدأ يقول لك والله ده إحنا في الupdate الفلاني ظهر سواء مثلًا security update أو bug update أو whatever ف والله اعمل الupdate أو الupgrade الفلاني للكود بتاعك. في الحالة بتاعة الinternal هي already إحنا اللي كاتبينها فهي ما فيهاش أي updates خلاص هي الكود موجود ومش هيتغيّر غير لو إحنا رُحنا غيّرناه بنفسنا. فبمعنى آخر ما فيش maintenance للlibrary دي آمم ففي الحالة دي طبعًا هتفتح برضه مشكلة تانية إن هي ممكن يحصل مثلًا security bug ممكن يبقى حاصل crash ممكن يبقى حصل أو أنت عملت update لمناطق معيّنة تانية في الكود وهي دي ما اتعملهاش update ففي الحالة دي طبعًا هيكون في مشكلة كبيرة. تاني مشكلة عندي إن دي إحنا الresponsible أو إحنا المسؤولين عن الmanaging بتاع الlibrary نفسها تمام؟ الsecurity بتاعتنا دي مسؤوليتنا إحنا. فنفس القصة برضه أنت محتاج تmaintain وتاخد بالك اللي هي مثلًا في أي attack جديد ظهر له علاقة بالlibrary أو الdependency اللي أنت مستخدمها والّا لأ، ففي الآخر في headache عليك بشكل كبير جدًا. طيب لو ظهر ليها vulnerability ف في واحدة من مثلًا من الlibraries اللي إحنا مستخدمينها والlibrary دي أنا مستخدمها في كل الapplications ده معناه إن كل الapplications بتاعتي بقت vulnerable فده كده بالنسبة للinternal dependency. طيب بالنسبة للexternal dependency أنا مشكلتي إن أنا ما عنديش control عليها، ما عنديش full control عليها إن هي في الآخر زي ما قُلنا كود مكتوب من external developer من حد مش موجود عندي في الشركة أو مش موجود في الcorporate بشكل عام خالص تمام؟ فأنا عشان أبدأ أستخدمها لازم أعمل due diligence أو أبدأ إن أنا أشوف إيه المخاطر أو أشوف الcriteria اللي أنا محتاجها بالضبط، هل هي هتتناسب مع الrequirements بتاعتي والّا لأ؟ طيب لو مثلًا الpackage manager حصل له attack أو الCDN اللي هي مسؤولة عن توزيع الpackage أو الlibrary دي حصل لها إن هي بقت compromised أو حصل إن هي مثلًا hacked ده هيخلّي في supply chain attack إن أنا زي ما هنشوف في الcase study إن شاء الله، إن أنا لو حصل أي attack على الpackage دي والpackage دي أنا مستخدمها في كل الapplications بالتالي هتبقى كل الapplications برضه vulnerable تمام. وجود الexternal dependency موجودة public معناه إن في ناس كتير جدًا شغّالة عليها researching بقى، بتحاول تطلّع فيها bugs لإن هو لو طلّع bug أو طلّع CVE مثلًا في الpackage دي هيبدأ إن هو يhit أو هيحاول إن هو يوصل لbounties من كل الapplications المستخدمة أو اللي بتستخدم نفس الdependency زي ما هنشوف برضه في الcase study إن شاء الله. يبقى إجمالًا كده لو إحنا عايزين نتكلم عن الsecurity concerns اللي خاصة بموضوع الdependencies بشكل عام، والله ممكن نتكلم عن حاجة زي الdependency confusion زي ما قُلنا إن ممكن يبقى حاصل إن حد استخدم أو لقى إن في مثلًا dependency معيّنة اتعمل لها removal من الdependency manager فراح هو حط malicious code وخلّى الكود بتاعك يقراه direct فبالتالي أصبح في backdoor أو في يعني malicious input موجود في الكود بتاعك. من أهم برضه الconcerns هو موضوع الtracking إن أنا محتاج إن أنا أعمل tracking لكل الdependencies اللي أنا مستخدمها. والله هو أنا مستخدم بقى الlibrary الفلانية وعامل import للlibrary الفلانية ومستخدم الSDK الفلاني بالversion الفلانية، فبالتالي أي حاجة من الحاجات دي لو ظهر فيها CVE أو ظهر فيها vulnerability أو bug أنا محتاج إن أنا أكون aware بيها. موضوع الpatching والupgrading إن أنا فأنا أتخيل إن أنا عرفت أعمل tracking وحطيت SBOM والدنيا جميلة وعرفت الvulnerabilities وbarun SCA والدنيا حلوة جدًا. طيب أنا عشان أعمل patching وupgrading الموضوع قصة، إن أنت الupgrade ده مش بسهولة، أنت محتاج عشان تupgrade الdependency بتاعتك ممكن يبقى في كود تاني مُعتمد عليها، أو ممكن يبقى الunderlying infrastructure مش هتستحمل الupgrade ده، فبالتالي أنت لمّا بتيجي تعمل upgrade بيبقى في أكتر من factor موجود، فبالتالي ممكن تلجأ لحلول زي patching ممكن يتأخر موضوع الupgrade لو الكود بتاعك مش mature كفاية، فدي كلها concerns هتهمني جدًا لو أنا باستخدم الdependencies بشكل عام. من أشهر الattacks اللي ظهرت الخاصة بالsupply chain attacks
اللي ظهرت قبل كده وأغلبنا كلنا سمعنا عنها اللي هي log4shell أو log4j. الlog4j كانت dependency مستخدمة في يعني جزء من الApache logging services اللي هي من عيلة الApache بشكل عام، والattack اللي كان حصل كان مسمى log4shell. كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن إن الattacker يقدر يحصل على remote code execution على أي application مستخدم الdependency بتاعة الlog4j. فاللي حصل وقتها في 2021 إن كل الsoft wares اللي كانت مستخدمة الcomponent دي أصبحت vulnerable ل RC، بقى فيها critical vulnerability. يعني تخيل إن أنت قاعد كاتب كود ما فيهوش أي مشكلة خالص، وفجأة الكود بتاعك أو الsoft ware بتاعك بقى vulnerable لcritical vulnerability بسبب إن في حد اكتشف attack معين zero day في يومه الأول، ضرب بيه كل الابلكيشنز اللي بتستخدم نفس الباكج. زي ما احنا شايفين كده في الشكل ان هو بيقول لك يعني ايه كل المودرن انفراستراكشر، كل الحاجات اللي احنا عاملينها والمكن والكلام ده كله، وفي الاخر كده مسمار صغير احنا ناسينه، مجرد ان هو هيكسر خلاص الابلكيشن بتاعك او السيستم بتاعك كله باظ او اتكسر بنفس الشكل. الروم بتاعت تراي هاك مي ونكمل حل فيها ان شاء الله. احنا كنا اتكلمنا عن كل الحاجات الخاصة بالليسون في السلايدز بتاعتنا زي ما اتعودنا، وهنبدأ إن إحنا نحل بقى الكويستشنز أو الأسئلة اللي موجودة هنا. أول حاجة بيقول what do we call the type of dependencies that was created by our organization. إحنا قلنا الحاجة اللي إحنا عملناها بنفسنا هي internal dependency. تاني حاجة what type of dependency is jQuery. الjQuery اللي هي يعني كلنا بنستخدمها فيما يخص الفرونت اند، او لو انا بعمل ويب سايت بشكل عام بنستخدمها بقى في الانيميشن والحركه بتاعت الجافا سكريبت والكلام ده. فاحنا هل دي حاجه احنا مستخدمينها بنفسنا ولا حاجه external use؟ طبعا هي external used، مش احنا اللي كاتبينها. طيب قال لك ايه النيم بتاع البابليك ديبندنسي ريبو اللي احنا بناخد منه الباكجز بتاعت البايثون؟ زي ما احنا قلنا هو كان اسمه باي او كان باي كده مظبوط. ايه الديبندنسي زيرو داي اللي حصلت في 2021 وقلبت الدنيا؟ زي ما احنا قلنا log 4 j vulnerability. بس كده تمام. تمام احنا كده يعتبر خلصنا الليسن الخاص بالديبندنسي مانجمنت، وان شاء الله في الليسون الجاي هنتكلم عن السكيورتي تيستنج جوه الاس دي ال سي، وهنتكلم عن انواع التستنج المختلفه، وهنتكلم عن الساست والداست والكومبوننتس المختلفه ان شاء الله اللي لها علاقه بالسكيورتي تيستنج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.